لما كنت عرضت فيديو لاختبارات التصادم الجانبي وقلت انها اصعب اختبارات في كل اختبارات العربيات اللي انا عرضتها قبل كده، بعض الناس قالوا لي ان الفيديو اللي انت عرضته مش حيادي ومش منطقي، لان كل العربيات اللي انت عرضتها واللي فشلت عربيات سيدان، والعربية الوحيدة اللي نجحت من عربيات الاس يو في واللي هي السوبارو. فكانت النظرية بتاعت اغلب الناس ان عربيات السيدان مش هتنجح وعربيات الاس يو في بديهي انها تنجح. زي مثلا عربية فولكس فاجن أطلس اللي أنا معرضها عليكم دلوقتي، واللي خدت تقدير جود أو جيد، وهو أعلى تقدير ممكن تاخده أي عربية. وده يأكد طبعا نظريتكم اللي هي إن العربيات الاس يو في بتنجح وعربيات السيدان ما بتنجحش. صح كده؟ لا غلط. ونظرية إن الاس يو في بس هو اللي ينجح دي نظرية بلح تماما. وهثبت لكم في الفيديو ده الكلام ده، وهعرض لكم كمية صدمات لقناعات انتم مقتنعينها لن تتخيلوها. وخلونا ناخد امثله لعربيات اس يو في اللي كلها واخده بور، يعني فشلت في الاصطدام الجانبي. واول عربيه معانا وهي ميتسوبيشي اكليبس. العربيه في الاصطدام الجانبي ما تفرقش حاجه عن كل العربيات السيدان اللي انا اتكلمت عليها. الصدمه دخلت لجوه ووصلت للركاب. الوسائد الهوائيه وان كانت حمتهم بشكل ما، ولكن ما قدرتش تحميهم من قوه الصدمه، بالذات في الصف الخلفي اللي ما فيهوش وساده جانبيه، في وساده حمت الراس فقط. كنت عرضت من هوندا الهوندا اكورد واللي خدت بور، فتعالوا بقى نشوف اتش ار في هتعمل ايه. والحقيقه انها برضو خدت بور، يعني ما فرقتش سيدان من اس يو في، النتيجه كانت واحده. ونظريه ان السيدان بس هو اللي هيفشل والاس يو في هو اللي هينجح نظريه زي ما قلت بلح تماما. نفس القصه في الميتسوبيشي، الصدمه وصلت بقوه للركاب جوه، والوسائد الهوائيه قامت باللي تقدر عليه، بس ده ما كانش كافي. لما عرضت السوبارو الناس شكرت جدا في السوبارو وقالت ان السوبارو هايله جدا، فبديهي كل عربيات سوبارو والاس يو في تنجح، صح؟ لا غلط. فعلى سبيل المثال معانا العربيه دي وهي السوبارو كروس تريك، والعربيه برضو خدت بور، ودي تالت عربيه اس يو في معانا تاخد بور عشان ننسف نظريه ان الاس يو في بينجح بس. برضو نفس القصة ما اختلفتش خالص، الصدمة وصلت للركاب بشكل كبير، ونتج عن كده ان العربية تقديرها كان ضعيف. تعالوا بقى نتنقل للسيدان. لما خدنا من الهوندا الاكورد فشلت وخدت بور، فبديهي برضه السيفيك تفشل، مش كده؟ لا مش كده. والحقيقه ان السيفيك الاصغر حجما والارخص ثمنا خدت اكسبتبل او مقبول، وكانت نتيجتها افضل من اختها الكبيره والاغلى ثمنا وهي الاكورد. هل صغر حجم العربيه ادى لنتيجه افضل؟ هل بناء العربيه هنا كان اقوى؟ مش منطقي ان بناء العربيه الارخص يبقى اقوى. بس دي نظريه برضو تقول ان مش معنى ان عربيه نجحت من شركه ان كل عربيات الشركه دي هتنجح، حتى العربيات الاغلى ثمنا. لما عرضت الكامري طبعا الناس ضحكت وقالت اكيد التويوتا كرولا هتبقى فضيحه، وده شيء بديهي جدا، صح؟ برضه غلط. الحقيقه ان الكرولا خدت اكسبتبل او مقبول، ودي تاني افضل نتيجه بعد الجود، بمعنى ان هي تفوقت على الكامري بدرجتين. عربية أقل تمنا وأصغر حجما وأقل في الجودة وفي الخامات وكل حاجة، ومع ذلك حققت نتيجة أفضل. وأغلب التوقعات اللي اتكتبت على العربيات دي لحد دلوقتي زي ما قلت كلها بلح صافي. تعالوا نكمل بقى مع شوية عربيات سيدان تاني كده، منهم التسلا موديل واي. التسلا محققه نتائج خرافيه في جميع اختبارات التصادم، وكان من ضمنها اختبار التصادم الجانبي برضو. العربيه محققه جود، يعني اعلى نتيجه ممكنه. هتقول لي اصل التسلا عربيه غاليه وفخمه فبديهي انها تاخد جود، وممكن العربيات اللي اقل ثمنا او العربيات الاقتصاديه ما تحققش نفس النتيجه، وده كلام منطقي جدا. بس تعالوا اكسر لكم المنطق تاني بالعربيه اللي جايه دي وهي مازدا 3. والعربية دي محققة جود برضو على عكس كل التوقعات، وعلى عكس فكرة أصل العتب السفلي هو اللي بيحمي العربية. هي عربية سيدان ومش عالية ومش كبيرة، ومحققة أعلى نتيجة في الاختبار ده، وحتى ما هياش من الفئات الفخمة أو الغالية جدا. فكل النظريات دي كلها نظريات غلط في غلط. طب تعالوا زيدكم بقى من الشعر بيت، واتحداكوا تحدي أصعب من كل التحديات اللي فاتت، وإن ممكن عربية هاتشباك كمان تنجح في الاختبار ده. والعربيه اللي معانا فولكس فاجن جولف. العربيه دي محققه نتيجه هائله جدا، وهي 88% للاصطدام الجانبي،
الاختبار ده من اختبارات يورو انكاب، فمختلف شويه في تقديراته عن اختبارات IIHS. هنا النسبه مئويه، فالنتيجه اللي هي 88% لعربيه هاتشباك توصل لكده دي نتيجه ممتازه جدا. حتى في اختبار التصادم بعمود، وهو من اصعب الاختبارات اللي ممكن تعدي على اي عربيه، برضه واخده نفس النسبه. فالعربيه دي حطمت فكره ان العربيات الكبيره بس هي اللي بتاخد تقديرات عاليه، وان العربيات الصغيره مستحيل تاخد تقدير كويس. فحطمت كل النظريات وكل الكلام اللي اتقال عن عدم حياديه الفيديو اللي فات. طب تعال اختم لكم بقى بالكبيره، وهي ان عربيات فولفو كلها عربيات ممتازه. ده كلام كل الناس عارفاه، مش كده؟ لا برضه مش كده. العربيه اللي معانا من فولفو هي اكس سي 40، والعربيه دي خدت تقدير اكسبتبل بس، او تقدير مقبول. اي نعم هو تقدير كويس، ما اقدرش اقول ان هو تقدير وحش، بس بالنسبه لعربيه اس يو في من فولفو الكل متوقع انها تاخد جود، برضه اخلفت التوقعات. خلاصه الفيديو ده اللي اقدر اقوله لك، مفيش توقع في عالم السيارات، ومفيش توقع لشركه معينه انها ممكن تحقق لك كلها نتائج سيئه او كلها تحقق نتائج كويسه. الموضوع كله معتمد على الهندسة اللي قامت عليها العربية دي، قاعدة بناء ومواد وطرق حماية وحاجات كتير جدا. مفيش حاجة اسمها قاعدة، لكل قاعدة شواذ. واعتقد ان انا في الفيديو ده كسرت لكم كل القواعد اللي ممكن تكونوا مقتنعين بيها من ساعة ما سمعتوا عن اختبارات التصادم. فهل متفقين معايا ان العربيات ملهاش قواعد بغض النظر عن التمن او البراند، ولا لسه شايف ان في قوالب لسه ما اتكسرتش في الفيديو ده؟ وايه العربية اللي ممكن تكون متخيل ليها نتيجة معينة حابب تشوفها وتشوف هل هي صدقت توقعاتك، ولا برضو لما اعرضها عليك هتلاقي ان ظنك فيها ما كانش في محله؟